أنا أريد فرد مكهرب بالحسين، بأخلاق الحسين، بموقف الحسين، ببطولة الحسين، بعنفوان الحسين. هذا لما أشوفه بهذا اللون أعتبره ذخر للوطن، وذخر للعقيدة، وذخر للإنسانية، وموئل للكرامة. هذا المعنى اللي يرجو أهل البيت من الوقوف على قبر أبي عبد الله. أنا لما أوقف على قبره أكون أتكهرب بأخلاقه، بمبادئه، أجسد المواقف التي جسدها. ترى هذا الإصرار، الإصرار على زيارة الحسين، الهدف من عنده أولا التعلم من مدرسته، ثانيا أني أواسي رسول الله. بيش أواسي؟ بهاي بالحزن، بالألم اللي طرأ على أهل البيت بسبب هالواقعة. ثالثا زيارتي للحسين تعتبر وقوف بوجه الظلم والظالمين. في اليوم عندنا خبر أن الزحف ماشي على طرق كربلاء من جوانبها الأربعة، مشاة على الأرجل، عشرات الآلاف. هذا هاللون من الزحف في حد ذاته جهاد. هذا هاللون من الزحف في حد ذاته تحدي للطغيان، تحدي لمن يريد أن يقف بوجه الصوت اللي انبثق من تحت التراب ينادي: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. يا أبا الشهداء غرد في مسامعنا بصوتك، يا أبا الشهداء املأنا بالعنفوان من موقفك، يا أبا الشهداء اجعلنا ممن يقول بالصدق: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إذن إصرار أهل البيت ما كان لمجرد الوقوف الخالي من العظة والعبرة